الملك ديال البلاد قال الدرويش ما تعيطش باش نديرو التوازن، باش نديرو التوالد، باش نديرو التوالد، باش تكون الكسيبه، باش العام الجاي الكساب والكزار ما يهلكش في المواطن، باش الكساب وداك الشناق اللي دار ما بغا في الدرويش اللي 3 سنين حنا كنهضرو كنتكلموا باللي الحكومه الفاسده الفاشله اللي تعطات الملايير الدعم ديال الناس باش تجيب الحولي، باش المغربي ياخذوا ب 2000 درهم، ولكن المغربي كيلقاه ب 7000 درهم وباقا المحاسبه، وغنطالبوا باللي اخنوش الحكومه ديال اخنوش خصها تحاسب وتعاقب على هذا الشيء. المغاربه مقلقين بزاف من التصرفات ديال شي وحدين اللي كيتكالبوا بزاف على اللحم والدواره في هاد الايام ديال عيد الاضحى. هادو ما احترموش الخطاب والقرار ديال سيدنا باش ما يذبحوش أضحية العيد، وهو القرار اللي كان الهدف منه نحافظوا على رؤوس الأغنام في المغرب ونديروا توازن في الأثمنة ديال اللحوم. وفعلا شفنا انخفاض كبير في الأثمنة، حيث نزل الثمن ما بين 50 و 80 درهم. لكن قلة الوعي ديال بعض المغاربة واتباعهم العواطف والشهوات ديالهم خربات كل شيء، وها هو ثمن اللحم كيطلع وكيفوت 150 درهم، بينما الدوارة وصلت ل 400 و 500 درهم. شاهد حرقة هذا المواطن وشاهد ماذا قال. ما تهضرش على الذبيحة، طريقة باش كتذبح خانزة غير لائقة، واش غادي نقول لك زباله بكل معنى الكلمه. اما بالنسبه للعيد فانا كنعيا ما نهضر، وعيت ما نهضر. انا كنقول للمغربي اليوم هاد الشريعه الاسلاميه والله ما كتعرف لا شريعه لا دين لا الاب ديالنا ولا الملك. حنا ماشي عياشه، حنا كنقولوا الحقيقه. الملك ديال البلاد خمم في الدرويش، الملك ديال البلاد قال الدرويش ما تعيطش باش نديرو التوازن، باش نديرو التوالد، باش نديرو التوالد، باش تكون الكسيبه، باش العام الجاي الكساب والكزار ما يهلكش في المواطن، باش الكساب وداك الشناق اللي دار ما بغا في الدرويش اللي 3 سنين حنا كنهضرو كنتكلموا باللي الحكومه الفاسده الفاشله اللي تعطات الملايير الدعم ديال الناس باش تجيب الحولي، باش المغربي ياخذوا ب 2000 درهم، ولكن المغربي كيلقاه ب 7000 درهم وباقا المحاسبه، وغنطالبوا باللي اخنوش الحكومه ديال اخنوش خصها تحاسب وتعاقب على هذا الشيء. علاش الملك اللي يدخل ومن دخل الملك علاش ما احترمتوش؟ ناكلوا الخبز واتاي اش فيها الا كلينا الخبز واتاي. انت كتشوفوا حتى الكزار اليوم الكزار كيبيع اللحم ب 130 درهم 140 درهم. علاش غتبيعوا ب 140 درهم؟ حيت ما كايناش المراقبه. حتى انت طغيتي اليوم، طغيتي اكثر من القياس. كنتي كتبيع اللحم ب 80 درهم 75، علاش غتبيعوها 3 ايام 130 درهم؟ شكون اللي عطاك الحق؟ استغليتي الظروف. كنتي كتبيع 2 حواله في السيمانه وليتي كتبيع 30 حولي. اش غدي معاك الكساب والمنافق والكساب وكروش الحرام والناس اللي خدات الدعم والناس اللي كتبيع وكتاجر في المغاربه وكتاجر في الدرويش. والدرويش تا هو سره لانه ما تابعش الخطاب وما قالش باللي ان الملك فكر فيه، ما قالش باللي الملك عطى واحد الخبر صار بالنسبه للمغاربه باش ما يعيدوش هذا العام، باش العام الجاي كما شفتوا الوقيته اللي خرج بالخطاب ديالو باللي الكزار كلهم كعاو. قالوا علاش؟ كاين ناس الكسابه وكيوش الحرام والشناقه كلهم كانوا شارين 300 حولي 400 و500 باش يتاجروا فيه، باش يبيعوا يشريوا في المغاربه. عينا بنهضروا، ولكن هذا المغربي وهذا الدرويش هذا اللي كيتسابق على اللحم وكيتسابق وكياخذ 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو باش ياكل حشومه. هذاك اللي عطاك 200 درهم وكليتي بها نهار، اليوم جاي تقلب على الدواره ديال 150 درهم، والدواره اللحم ديال 150 درهم والدواره ديال 400 درهم. وانت من هذاك الصوت اللي كان عطاه 200 درهم اضحك عليه ب 200 درهم وغادي ياكلوا 5 سنين وحتى واحد ما كيتكلم. وسرنا الحول يكون ب 5000 درهم و 7000 درهم، وسرنا الدواره 2000 درهم، وسرنا كاع هادشي اللي كيوقع في المغرب لانه ما عندناش ثقافه ديال
باش نبعدوا من اي حاجه اللي فيها الزياده. اي حاجه تزاد ما خصناش نمشيو ليها، ما فيها باس الا كلينا الخبز ولا واحد النهار وخلينا الشناقه يبيعوا ولا يخليو الحول يخمج ولا يخناز وحشومه. هادشي اللي وصلنا فيه بهذه المناسبه. العالم كله كيتفرج فينا وكيقول بلي العيد تلغى في المغرب، ولكن حنا ما لغينا حتى شي حاجه. حنا كنتهافتوا على الاسواق وكنتهافتوا على اللحم، فينا الهيف، فينا اللخ، فينا هذا الشيء هذا. المغاربه جيعانين في دماغهم وجيعانين في كرشهم، وما عندهمش واحد الثقافه ديال الاتحاد باش يتحدوا مع الخطاب. الملك فكر في الشعب، هما ما فكروش في الرؤيه ديالو المستقبليه ديال بالنسبه ديال الكسيبه ديال اللحم وديال الحواله وديال الحق. بغا كيخمم فيه مغاربه العالم وما بغاوش يعيدوا، فما بالك المغاربه اللي عايشين هنايا باغيين يعيدوا وباغيين يشريو الحولي وباغيين يشريو الدواره وباغي يشري اللحم 30 كيلو 40 كيلو مولا كيلو 2 كيلو. كتمشي عند الجزار والله لا عطا لك كيقول لك سير تسنى لهيه، لانه دار الجزار شابو لك لانه درتي في المغاربه اللي ما يديروش اخنوش. كيفاش تقبلت هادشي؟ بنتينا عيش بالنسبه للحولي هذا العام هذا، يعني خرجت واحد الكميه كبيره، واش كتظن على انه ربما لو كان العيد كتكون هذا انا والله ما عندي حتى شي تفسير، لانه حينما نشاركوا حينما نهضروا مع الشناقه ومع كرش الحاره ومع الناس اللي كتبيعوا شي في المغاربه، ولكن كل واحد كينتهز هذه الفرصه هذه. كما شفتي شحال من واحد كان شاري 300 حولي و400 حولي مخبيها، ونهار تلغى العيد راك شفتي كيفاش ولات عنده الكآبه، ولا كيقول كيفاش انا خسرت فلوسي، ها العلف ها الكسيبه عندي ها كل شيء. هادشي الخدامه، وفي الاخر فرحنا لانه حتى واحد ما بغى يقرب للكسيبه. الحولي ديال 4000 و7000 و8000 درهم ولا ب 2000 درهم وحتى واحد ما كيسول فيه، ولكن من قرب العيد كل شيء ولا اللخط ولا الهيف ولا الجوع. الناس ما كتحترمش، الناس ما قدراتش هذا الخطاب هذا، وحتى واحد ما داها في هذا الكلام هذا. وهذا كيدل على ان المغاربه سرهم الجوع وسرهم الاسعار تزاد وسرهم اي حاجه تزاد وسرهم اي حاجه، لانهم ناس متخلفين غير واعيين ما كيفهموش غير كيخموها في كرشهم. السلام، الحمد لله والشكر لله. تنطلبوا الشفاء لسيدنا، تبرع على الدراوش واحد 5000 درهم كان يخسروها ما خسروهاش، ولكن الله يكون في عون الجميع. كاين اللي مسكين باقي ما مخلصش، كاين اللي ما عندوش يلاه دور على ريالات ولا بد شويه. ما يمكنش ما تشريش واحد الكيلو ديال اللحم، على الاقل واحد 3 ولا 4 ولا 5 كيلو للوليدات والعائله ملي تجي. ولكن اللهم لك الحمد، غير هو هذا الشيء ديال الهاتريه ديال بنادم صعيبه. لا دابا الذبيحات توقفات، دابا كلشي سمعوا الجمعه راه فيها اللحم وفيها هذا، كلشي جا للجمعه. هذه اللهطه هذه لهطه في المكان. دابا المهم واحد القضيه، راه الامور هانيه الحمد لله، ولكن الله يوجد الجميع. ما تيبيعوا فيه الغلمي راه كاين ما بين 2600 2700 2400. والثمن ديالو الثمن كان ب 19 ما بغاوش يشريوه، تبقى هذه يومين عاد لاقيين يشريوه. كاين واحد الخطا، لان الخطا اللي كاين احنا كاع تقدينا الحيمات ب 1800 1900 لا الغلمي ولا البقري، فلهذا الناس دابا وصلت مع هذه الزحمه عاد باش بداو كيشريو. ضروري خصهم ياكلوا اللحم، الاصل الباديه ما كتفرطش فيه. الناس ديال الباديه ضروري يكون عندهم الحيمات يكون كلشي، ولكن اللحم الباديه كلشي كيجي. لا ما ترونت كلشي ترونت. دابا اللي وقع لنا دابا بحال ملي كيتباعوا الحواله في ايام العيد الكبير، كيقول لي لا تشريش وخلي راه في التالي غادي يعود عا بلاش. ها هو دابا بلاش. شكرا.